ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمامان، الإمام أبو داود رقم الحديث 4919، وكذلك الإمام الترمذي في سننه وحسنه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذن فالأحاديث كثيرة، ونجد عند إمامنا الإمام مالك رضي الله عنه وعن الجميع، خاصة في موطئه، وهو ديوان عظيم من دواوين الإسلام، وقد ورد في الحديث رقم 31 في الباب: لا ضرر ولا ضرار. ونجد أحاديث أخرى أيضا تكرس وتجذر قيمة الصلح بأوجه عديدة. وفي البخاري أيضا نجد العديد من الأحاديث، منها الحديث الذي خرجه الإمام البخاري تحت رقم 2693، حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نزاعا قد وقع عند أهل قباء، فقال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو إمام المرسلين وسيد المصلحين: اذهبوا بنا نصلح بينهم.